هذه المرثية من الأخ خالد عبد الله عطران وأولاده عبد الله خالد عطران وأحسن خالد عطران، وهي تعزية ومواساة بعد فقدان المغفور لها أم عادل وبسام عطران، ويعزون بها الحاج محمد عطران وأولاده. كلمات وأداء الشاعر علي بن علي القيداني. أبدأ باسم من أرسله ختم الأنبياء الأولى، بعد البدع والبسملة بشرح للجميع ما حصل. أول يوم السفر جاني يومها أسوى خبر، من مت منها واكتبر ملك الموت على من نزل. شلش يمنا فوزية يم الكل والبادية، عبد الله ترك وادية يوم القبر جاش الأجل. من صنعاء لأرض الحرام فوق الحافلة كمالام، جاه الاتصال وانسطام من يوم أصيل اتصل. سافرنا وكم شاف ضي قلبك كان يحرق حريق، سرتي وانت يا بلا صديق كفال الخبر يعتقل. عبد الله بن عطران بعيد يا من انت لك ما تريد، قال يا رب عبدك وحيد يبكي والدموع في المقل. دمع العين ما عد وقف من فوق الخدود تنقرف، وتأسف على كما ساف قلبه للخبر محتمل. كنت الشاعر الأبجدي عبد الله علي مهندي، كيف اشعر وتكتب يدي لو عاده بخير ما رحل. اشعر يقول بعد ابنته شاعرنا رحم رقدته، لها جسم من هيبته تهتاب الحروف والجمل. من قبلش رحل عننا برحم عنش يمنا، واقصدها لكل اهلنا واقو تحرش انتي دبا. يا عمي محمد لها بدعي ربنا رجلها وينور على قبرها، كانت طبعها كالعسل. جبتي فوق جرحي جروح حطمتي جميع الطموح، قلبي المغترب فن يروح بعدش ما بقي له محل. خارج عن حدود اليمن اشكي يوم عاد اللمان، قلبي يوم بسام حال كيف انسى الهموم والزعل. عند الكعبة ارفع يدي واقف حولها وابتدي، ايش عمره وبه اقتدي يتقبل دعاء من وصل. شسأل ربنا يستجيب يسمع دعوة انسان غريب، من يدعيه كيف ما يخيب من يتوسله او سال. كنت نعم المرة عاشت عمرها صابرة، كان تدعي وتستغفره تنظ ربها الف المثل. واختم بالصلاة والسلام المختار بدر التمام، صلينا عليه يا كرام يصلح حالنا والعمل.